اسمي هبه مصطفى، بشتغل HR. جيت البرنامج عشان الفكره عجبتني جدا. الحلقه اللي فاتت كان موجود هنا حد من اصحابي، ولما رشحني بصراحه كنت اكسايتد قوي ان انا اجرب. انا عمر صلاح، بشتغل ممثل ومدير تسويق. والحلقه الحقيقه اللي فاتت صديقتي رشحتني ان انا اجي البرنامج، والفكريه جديده بصراحه، فقلت واي نوت يعني. بس ودي حلقتي من برنامج مش تندر. هتختاري لون ترفع لي ايه؟ حاجبك كده ليه؟ ترفع لي حاجبك كده والله ليه؟ خالص. هتختاري لون ايه؟ اختار الاحمر. ماشي خلاص، وانا خدت الاسود. اوكي تمام. طيب ابدأي. شكرا. ليدز فيرست. تمام. 2. ايوه، ما في 2. سلم. يا لعيب، ده انت في من إيه؟ شايفه انت ايوه، ايه الله صح. طيب ماشي. ايه الشيء المميز فيكي مش هلاقيه في حد تاني؟ مش هتلاقيه في حد تاني؟ لا استحاله، اكيد هتلاقي هي حاجه يعني. لا اكيد في حاجه سبيشال يعني. مش هتلاقي حد تاني. تمام. ممكن اكون مهيبره جدا وهاديه جدا في نفس الوقت. ايه الميكس ده؟ في نفس القعده في اللي نفس احنا فيها ممكن اقلب يعني اسويتش ما بين بزرار. مهيبره وبتكلم كتير 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 كتير، وبعد كده كده فجأة. تكلمني تاني على كده. بس خلاص، بس دي ممكن تلاقيها في ناس تانية عموما يعني هي ناس تسعت اصلا، فتمام. ما خلاص، ما فوتنا من بدري. بالظبط كده. اوكي 4. ايه اكتر شيء فخور بيه في حياتك؟ طبعا انت جيت هنا. طبعا يعني بالتاني. كفايه رؤياكي والله. ربنا يكرمك. والله يعني الحمد لله. اتفضل. اصحابي. انت ما جاوبتش. لا ما جاوبتش. طيب دي مش اجابه. لا. لا بصي، الحاجه اللي انا فخور بيها الحمد لله يعني ان انا ستيل في المجال اللي انا بحبه وبعمل الحاجه اللي بحبها. ان انا في التمثيل ما وقفتش ما بطلتش، لا انا مكمل لسه في الكارير بتاعي وبشتغل الشغل اللي بحبها في نفس الوقت. طيب حلو جدا. في حاجه تانية حابب تقولها؟ لا الحمد هو قال لله. حاجه واحده بس، انت ممكن تزود. يعني احنا انا ممكن اعمل اهداء لبابا وماما يعني. يلا. الديت الحلو بالنسبه لك شكله عامل ازاي؟ لا، الديت الحلو بالنسبه لي هو المفروض ما يتحددش الشكل عامل ازاي، هو لازم يعني يجي كده. في تفاصيل. لا مش شرط. مش شرط تفاصيل لا، معينه. لا. يعني مثلا لوكيشن معين، يبروبوز بشكل لا، معين. الديت الحلو ممكن يجي بالصدفه في الشارع عادي جدا، بس يبقى مش متوقع. لا، ما اقدرش اتوقع الحاجه الحلوه تبقى عامله ازاي، لان انت لو توقعت الحاجه الحلوه الاكسبكتيشنز عندك بتبقى واصله لحد معين، فلو خلفت حتى بحاجه بسيطه خالص مش هتحس ان هي حلوه. سليم. بس. سليم. فلا. عظيم جدا. عظيم جدا. 5. احنا في ال4 نروح على 9. ماشي. ايه الشيء اللي كان نفسك تتعلمه وليه؟ نفسي اتعلمه. وليه؟ كان نفسي اتعلم ايه؟ ايه؟ من على حس مثلا الحاجه اللي انا بحبها كان نفسي اتعلم الدرامز. بس انا ما اتعلمتوش لسه، لان انا والبيانو الحقيقه يعني درامز وبيانو. بس انا حاليا بتعلم جيتار وطبله، فانا دخلت في حته ثانيه. ثانيه. لما قررت تتعلم مزيكا اصلا ليه ما اتعلمتش الحاجات ما اللي انت رحتش على نفسك دول، فيها؟ لان دول محتاجين الانسترومنت نفسها تبقى موجوده عندي في البيت. اوكي. فانا لسه هجيب درام احطه فين؟ هجيب درامز احطها فين؟ فاهماني؟ في الموضوع لا صعب شويه ان انا اجيب درامز بقى هفضي الصالون مثلا واحط درامز واجنن الاسره ليه؟ لا خليها لوحدها. لا تمام. لا حفاظا على العلاقات الاسريه انا اللي هلعب صح؟ احنا هنعتبرها بره، هنعتبرها ولا مش هنعتبرها؟ انا فير زي ما انت عايزه. انا فير. لا شارك معايا الرأي. طيب عيدي. عيد 4. 1 2 3 4. الله على الديمقراطيه. الله. انا احبك تقول رايك، اعمله ما اعملوش دي حاجه بتاعتي. صحيح انت مش ملزمه يعني. انا بحب ابص بس لا. ايه الشيء اللي استحاله يتغير فيكي بعد الجواز؟ الشيء اللي استحاله يتغير فيا بعد الجواز؟ انا كنت مش هتغير بعد الجواز. هو انا زي ما هي التمبلت هي كده. في حاجات بتبقى اصل بصي دايما بيبقى في حاجات فيها ايه محتاجه ادابتيشن كده. هل في ادابتيشن هيحصل ولا لا؟ انا يعني ان شاء الله حد هيجي هيبقى واخد الاسطمبه زي ما هي كده. هي بالكتالوج تمام. يمضي ان هو موافق، خلاص خلصنا. يلا نشحن الموضوع بقى. يمضي. لا خلاص الموضوع خلص. اغير ليه؟ على البركه. خلاص ديل. اوه 6. انا قررتش انت هتلعبها ولا مش هتلعبها. انت عشان بره يعني. طيب ما العبها عشان اسالك سؤالين. طيب العبها عشان طيب خلاص ماشي. 1 2 3 4 5 6. طيب تمسكيني تساليني سؤال. ايه رايك في الجواز؟ يلا بقى رغي للصبح. لا مش راغي خالص. كوبايتين شاي ونقعد بقى ايه. وراك حاجه؟ بس لا انا فاضي. الجواز يا ستي موضوع مهم.
وفي ناس بتعتبره شر لابد منه. انا يعني مش بعتبره شر لابد منه، ولكن هو رحله قايمه على الاختيار. اوكي. فالاختيار ده لو مش صح بنخيش، ده وجهه نظري. هو ده الطبيعي. بس لا انا عايزه، انت كده ما قلتش رايك في الجواز. ما هو انا رايي، انا شايفه هو، ما هو لو هو مش صح احلى حاجه اكيد في الدنيا. هنخيش، يعني تفتكر هو لو مش صح مش هنخيش؟ هي اللعبه في لا ما في ناس بقى بيحصل ايه، خلاص لا حصل، خلاص اتجوزنا، دول خلاص مكملين مخيشين، بالظبط لكن في ناس كده. خيشت وراحت خرجت بقى باي باي. بس يعني بس ده رايك عموما؟ لا مش قصه رايي عموما، انا وجهه نظري ان هو حاجه حلوه جدا، في حين لو الشخص ده حصل توافق والسبارك اللي بتحصل في البدايه دي حصلت بيرفكت لايف، احنا وصلنا ليه. بس ما حصلتش بس تاني دي سؤالين ليه انت مش عارف تلعب جوه هي. اوكي. المهم ان في حدود للترابيزه عشان ما نقعدش كل شويه زي الطاوله نرميها بره. هتحرك 5 ولا انا لا عندنا 20 وطلعنا فوق. ايه ده؟ ده كلام عالي ده. ايه ده كده على طول. يا ريتني ما كنت قلت لك. ايه الشيء اللي فيك واللي المفروض تغيره بس مش عاوز؟ حاجه فيا المفروض اغيرها ومش بس عايز. انت مش عايز. هو كده انت مقاوح. وانا لا مش مقاوحه، هي بتبقى حاجات ساعات طبع وحاجات، بس ايه مثلا ممكن يتغير فيا، مش حاجه مثلا ايه. الناس لقيت كذا حد مثلا بيقول لك عليها، يقول لك مثلا انت فيك الطبع ده، الحته دي مش مريحاني. كان في اجماع شويه، مش اجماع طبعا الناس كلها يعني بتقول لك لا، ان انت يعني نقطه معينه مثلا كانت بتلاقي فيها الناس عندها كونسيرنز من ناحيتها كده. وانت بالنسبه لك اللي هو اوكي تمام انا عارف، انا بكينام وانا واثقه في نفسي. سجاير، بشرب سجاير. اوكي. بس الناس بتتضايق يعني، بتقول لك في ناس بتقول لي لو بطلتها وبطلها وبتشربها ليه وبتعملها ليه، فانا تمام. لا اوكي تمام ماشي. بس يا رب يجي لك تعبان. 4. ايه الشيء اللي ينهي العلاقه العاطفيه معاك؟ جيب ظروفها بقى كده. الكذب. بس خلاص من الاخر كذبت او حوارات، السلام عليكم، ما بسميش يعني. اوكي. بس انا مش عارف. 4. ايه حكايه الاربعات؟ دي 4. هي غالبا البتاعه دي لازقه في ايدي يعني 4. انا معلش انا بوطي، بس الاضاءه خلاني مش شايفه الارقام. السن بقى. شريك حياتك المثالي شكله عامل ازاي؟ شكله كشكله؟ لا ليه مش شرط شكله بس، ولا يعني عموما يعني. لا اصل بشكله عامل ازاي؟ لا خالص. تتنفخش بس اصلا. مش عرفك اساسا يعني، لسه عارفاك من 3 دقايق. لا عموما يعني ملهاش علاقه، بس في ماشي وخلاص. لا مفيش اي ماشي. تاثير يعني. طيب. انا هقول اللي انا كنت نفسي فيه من وانا صغيره يعني. طيب تمام. حصان ابيض يعني برضه، ولابس بنطلون كتان والكلام ده ولا لا؟ يلبس اللي يلبسه. طيب. دي مش مشكلتي، اللي يريحه ينزل بيه. لا يعني مثلا ممكن يكون ايه طباعه ومواصفات، مش عارفه اسميها شكله ولا مش. المهم انا عايزاه ايه، يكون بشوش على الحياه كده، ما يكونش روتيني. في حاجه بقى، استنى بقى عشان ايه هحير اللي معايا والله العظيم. لا مش زيتونه ولا حاجه. بس بص انا مش عارفه اشرح، بس اللي هو ايه، يكون منطلق ومش يعني اللي تيجي في دماغنا نعمله، وفي نفس الوقت نبلان للحياه، في نفس الوقت محافظ يعني بيجري بس متحفظ. لا نبلان، يبقى عندنا بلان وماشيين عليها يعني، نبقى مخططين احنا هنعمل ايه وحياتنا، مش اللي هو ماشيين يلا ماشيين يعني في اوريدي تراك احنا ماشيين فيه، بس قاعدين في التراك ده قاعدين نعمل كده بقى. ايوه بالظبط، ممكن نعمل كده ممكن نعمل كده، ممكن نرجع ستيب بس اوريدي في نفس التراك ما خرجناش بس احنا عارفين احنا فين وعايزين نروح لفين وهنعمل ايه عشان نوصل له، والتايم قد ايه اللي ممكن نحود عنه، ما نحودش الاسباب دي كلها عند ربنا، فقشطه. صحيح. بس فما يكونش نكدي. لا اهم حاجه ما يكونش نكدي. يكون بيحب السكوت يعني، عشان انا بيجي عليا انا رغايه يعني. انا باين ان انا رغايه دلوقتي، بس احنا شويه وماشيين. ايوه لا لكن لو حد في وشي طول اليوم، لا انا معظم الوقت سايلنت اصلا. ولازم اللي قدامي يحترم ان انا وبالذات اول ساعتين لما بصحى، والساعتين قبل ما بنام. ده ما جيناش وانا سايقه علشان بخاف ان حد يوترني. ايه كل ده في ايه؟ لا ما انا بقول كملي. في 3 ساعات ممكن اتكلم فيهم في اليوم ده بس ببقى بحوشه بقى. بص بقى في طاقه، بص انا بتكلم شويه ازاي طاقه دول بقى انت مخزنه تحويشه اليوم. صح مجمعه. ده دوري. ما تلعب. انا حابب اعمل حاجه جديده. امورني. العب انت. ايه ده دي جنتله ولا يعني شويه حاجات كده. اوكي. ما بياكلش الكلام ده. الحمد لله. 4 على الله. 1 2 3. هي ايوه ده اعمليها انت بقى، ما انت اللي جبتي الرقم. المفروض اقول لك تنزل لحد فين؟
لحد ديله لحد هنا خرجك بره على حرف ال 54. قولي لي قوم روح ما تعمليش فيها كده. اتفضل اهو الباب هنا. طيب اساليني السؤال يا ستي. هتخليني العب لك تاني؟ لا خلاص ده انا لسه في تعبان اهو. لعبتيني خيشت في تعبان. طب اعمل ايه طيب؟ هو انا اصلا مش هعملها بس هل عادي اني اكلم الاكس؟ ما اعرفش انت داخلك ايه بالموضوع بس اوكي جاوب، تقدر تجاوب عادي. هي تكلميه ليه؟ هو ده السؤال هنا. يعني انا هو بص انا مش مقتنعه. انا فاهم بس يعني بس خليني ايه، يعني خلينا نتقمص دورين بالظبط. دور ان انا بقاوح ان انا مقتنعه ان انا ممكن اكلم الاكس، ودور ان انت من حقك تقول ولا لا، بما ان احنا اصلا يعني بالزبط. انت فاهم قصدي ايه؟ يعني سلام عليكم يعني. ماشي طيب. انا عادي ان انا اكلم الاكس. ليه؟ عادي يعني just friends يعني عادي احنا يعني كانت معرفه انا مش مقتنعه بالقواعد يعني. لا اصل بصي، لا خلينا نكون صراحه. ماشي. ليه لا؟ ما هو برضو الحاجات ما بتجيش برضو ايه حكم قراقوش زي ما بيقولوا. الموضوع ببساطه ليه تفكير. انا طالما انا بكلم الاكس دوت اوريدي يبقى انا بكن له شيء، فاهماني؟ شئنا ابينا سواء هو او انت. انا ممكن اكون انا 100% شور ان انت مثلا ما في تمام الموضوع بالنسبه لك مقفول وانت مستقره حاليا في الوضع اللي انت فيه، ولكن بالنسبه له مش حاجه جارانتي. فليه نحط مجال للقيل والقال او الشك؟ طب ايه لازمتها الصداقه اصلا هنا؟ اصلا يعني ما حدش طايق الحاجات. والله على رايك. لا انا عندي سلم وعندي تعبان. على البركه. يعني انا لو سلم هجيب 2 ولو تعبان هجيب 4 وانا في الغالب بجيب 4. يلا على البركه انا مستنيها والله. مستني ايه الاربعه؟ لا خالص انا مستني السلم. بس انا بس عايزه اختبرك في حاجه. تمام؟ هختبر مصداقيتك قبل ما العب. انا ممكن اجيب 4 اللي هو اطول تعبان ده، عارفه شايفه؟ ماشي. فانت ساعتها هيبقى ليك الحكم تقول لي اوصلي لاخره او لا. صح. انت هتعمل ايه؟ ما تيجوا نشوف. لا انا احب اعرف. لا انا بقى مش لعبه غير لما تقول لي انا اعمل ايه. لا انزلك للتلت بس. التلت اللي هو ايه؟ يعني هيبقى فوقيه اهو يا ستي. التلت مش تحتيه ولا جنبك. مش تحتيه لا فوقيك يا ستي. انا شوفي انا مقدرك ازاي. انت انا مستغربه الاجابه. يا رب اجيب 4 عشان اشوف ان شاء الله. ده مش معناه ان احنا اتسحب لا خالص احنا على يعني عهدنا. برضه لو جبت 3 المره اللي جايه هنعمل نفس الموضوع. ماشي احنا على عهدنا مفيش اي حاجه والله. بتروحي الجيم كم مره في الشهر؟ انا ما بروحش الجيم اصلا وما بحبوش اساسا. انا بحب الحاجات اللي كده اللي هي ايه كده بقى. إيه؟ لا اروح ايه الحاجات كده دي ايه؟ اركب عجل انزل امشي. يعني ما بتمارسيش شكل رياضه معين؟ لا حاجات انا فرهوده تمام اوكي، لكن اروح بقى الجيم وعندي كام تمرينه يلا نعمل برو كارديو وسيشن زومبا وسيشن رومبا وسيشن كومبا. لا بنام بدري. وبيلي دانس خلقي سيء جدا في الموضوع. وترامبولين. وكون ان انا قاعده ما بين 4 حيطان ايا كان الجيم واسع ضيق، ان انا محكومه عايزه جنينه يعني تلعبي ونرمح بقى. اطلقني. مين في الجنينه؟ سيبني في مراجيح بقى اي حاجه. اي حاجه. حلو ده والله. لا ماليش في انا بروح ادفع الاشتراك ومالكيش دعوه. مرتين عملت في الاشتراك وماليش في انا بروح ادفع الاشتراك ومالكيش دعوه. مرتين عملت في الاشتراك انا موتات احسن من دي بكتير. 2 3 4 ادي 5. بنزل معاك ليه؟ دي قله ثقه على فكره. انت مبسوط بالموضوع؟ مش مطمنه. مش عارفه احنا متراقبين يا بنتي. انا العلاقات القديمه في حياتك علمتك ايه؟ علمتني كتير. ايه بقى؟ علمتني كتير. علمتني ما احبش ما اخدش فكره اللي هي خد اللي تحبك بس ديت وانت مش حاسس بحاجه. علمتني دي لان انا الاول عديت بده الحقيقه. فكره ان يبقى في حد طرف منجذب ليا بشكل قوي جدا وانا ارتضيت الريليشن شيب او ارتضيت ان انا اكون موجود معاه وانا مش حاسس بحاجه. بعد كده الموضوع بيقلب بالضد بقى. يعني اللي انا عشته شويه قلب الضد معايا ان انا اتعلقت بيها جدا بس بعد مده فتحولت لعشره مش حب. فصعب الاستغناء عنها ولكن في نفس الوقت احنا مش عارف اتعامل. فاهماني؟ مش عارف تتعامل ليه يعني؟ لان السيل مش حاسس. فاهماني؟ بس في نفس الوقت مش عارف اسيبها. انت اتعودت. فهمتي الفكره؟ بقت خلاص احنا في الحياه بس بعض. بس في فيلينجز عندك مش محتاج ان هي تبقى موجوده عشان تبقى مبسوط. فانت مش كده. فده اللي خلاني انا اتعلمت الدرس ده جدا فامنت بيه. يعني ان لا ما ينفعش unless ان احنا الاثنين يكون عندنا ده مش طرف على حساب التاني عشان ما يبقاش الموضوع توكسيك لاي طرف من الطرفين. فاهماني؟ بس ايه تاني اتعلمت حاجه تاني؟ اتعلمت ان انا ما ابقاش غشيم لان انا كنت زمان غشيم حبتين. الغشم كان عندك؟ الغشم كان عندي في فكره مفيش دون مناقشه. كنت غشيم ببساطه. الغشم بالنسبه لي كان فكره ان انا عامل كده يعني مفيش لا مش هتشتغل لا مش هتعمل لا انت في البيت لا انت اوكي. وده كان ساعتها كان في ايام طبعا فتره الجامعه وكده فكان الواحد حماسه زايد شويه. فاللي هو العرق الصعيدي بقى يعني هو ده هو كده.
ولكن الواقع مش كده خالص. طب ايه اللي خلاك تغير فكرتك ان انت مش هتبقى غشيم؟ هل لان الموضوع قلب ضدنا الناحيه الثانيه. ليه؟ لان احنا خلاص خلصنا الجامعه مثلا، فبقينا فاضيين بقى. ففي الناحيه الثانيه انا كنت طول الوقت عامل كده، فما فيش متنفس ليها. فده ما علمهاش حاجات، خلاها هي مع الواقع في مفصوله. ده من ناحيه مأثر عليها، ومن الناحيه الثانيه مأثر عليك انت كمان عشان شايل مسؤوليه كبيره قوي. شايل مسؤوليه وما بقتش خلاص، هي ما قدامهاش غيري. فانت لو مش موجود انا هولع فيك. مش موجود بقى في خناقه كل ربع ساعه، فاهماني؟ فالموضوع بقى فيه مشاكل من ناحيه دي. فلا لازم يبقى فيه ميزان. الحاجات حقك تقلق، حقك تخاف او كل حاجه، ولكن في حاجات انت هتطريها ولازم هي تتعلم الاكسبيرينس دي من الواقع عشان تفهم اللي الواحد بيقوله بعد كده. عظيم. في حاجه ثانيه اتعلمتها؟ لا تمام. مش حابب تقولها اي حاجه ثانيه؟ لا تمام. لو قابلت الاكس تاني ايه السؤال اللي هتساله لها؟ السؤال اللي هساله لها؟ ليه؟ هساله لها ليه؟ لا انا اللي بهزر. وليه يعني؟ لا هسالها السؤال عموما ايه؟ ليه يا سعاد؟ لا مش ليه يا سعاد. هو ان انا المشكله كانت عندي انا، فاقول لها بعد الاعتذار. وانا كنت وحش قوي كده. طب انت بتتاكد ان انت كنت وحش قوي ولا انت مستغرب؟ يعني مفيش حاجه عدله. لا مفيش حاجه عدله اتعملت. ده السؤال يعني. ما يمكن يكون الوحش اللي انت عملته اكتر من العدل، فانت هتعين. انا عشان كده هعتذر الاول قبل اي شيء. ام سوري قبل اي شيء. انا اسف. انا اسف طبعا. اوكي. بس اللي هو حابب تعرف ده لنفسك يعني. هو انا كنت دمرتك قوي كده يعني؟ كنت مدمر قوي كده ولا كانت الدنيا تمام؟ عندي 6 كمان. لا 4. هتنزليني فين؟ لا خلاص. 89 90. ماشي. شفت انا كويس. جدع. ايه هي وظيفه احلامك وليه؟ انا متوقعه السؤال. وظيفه احلامي ابقى نجم باختصار شديد يعني. طبعا ليه دي ملهاش اجابه. ده حلم حياتي يعني ما فيش ليها لازمه ان احنا نقول ليه. صحيح. انا عايز ابقى نجم. ليه؟ هبقى تنحى قوي لو وليه عايز ابقى في السما. قاعده. بس هسالك السؤال برضه. السؤالين بقى. انت كده متاكد ان انا لازم اجيب واحد؟ ومعلمها لك كده وانت صغير؟ ايوه ما اتربيت عليها. في ايه؟ طب ما نجيب حد من الفريق. ايه اكبر مخاوفك في الحياه؟ ايه اكتر حاجه مخوفاكي؟ ان انا امرض. لما اكبر امرض. دي عايزه تفضلي يعني انا ما عنديش مشكله اموت بسرعه. يعني ما عنديش مشكله اموت وانا شباب عادي. قشطه. فكره الموت بالنسبه لي مش مشكله يعني. ولكن ما تاخدش الاجابه على انها حزن ودايما. لا الموضوع بسيط وجميل جدا. فتمام ما عنديش مشكله في الموضوع ده. بس انا عندي مشكله ان انا مخاوف ان انا ابقى مريضه وما اقدرش يعني اتعامل بقى وكده. فاهم قصدي؟ ان شاء الله يعني. يا رب ربنا يديك الصحه وطولة العمر وما يحصلش كده ابدا. يا رب يا اخويا انا وانت. عبي تاني كده ليه؟ ايه يا انت عايشه معايا؟ ايه يا جماعه ما كانت عايشه معايا. ايه ال3 مشاكل اللي ممكن يدمروا اي علاقه؟ ال3 مشاكل اللي ممكن يدمروا اي علاقه: الكذب، الخيانه. تمام. وحاجه ثانيه حابه احتفظ بيها لنفسي. لا مش هقولها. مش طيب خلاص 4. ده انا كده ماشي. اساليني يا ستي. ماشي. ايه احلى حاجه كونك سنجل؟ في حاجات بصراحه يعني مش حاجه واحده. عمرو دياب لسه كان منزل الاغنيه والله في راس السنه عشان كده. ايه بقى؟ بس ايه؟ علشان ما سمعتش اغنيه. لا الاغنيه بتقول كلام جميل قوي. لا انت انا عارف انت عايز تقول ايه. لا عمرو دياب ابقى اسمعه وانا مروحه. السنجله حلاوتها ببساطه شديده في ان انت مفيش التزام غير نفسك. فعارفه تركزي في حياتك، عارفه تركزي في المستقبل اللي انت عايزه تحققيه، احلامك وطموحاتك. مفيش اي دوشه حواليك. مش هقول لك يعني طبعا الالتزامات بتاعه البني ادم بقى تجاه اسرته تجاه الحاجات التانية دي ده طبيعي. بس كونك سنجل انت مش عطلانه، مفيش حد ملزم منك، دي بتفرق شويه. ولكن لو جت مفيش مشكله منها، لان الواحد الحمد لله مؤهل لدوت، على عكس ناس تانية دلوقتي او الاجيال الجديده اللي ما عندهاش القابليه دي وبيتصدموا مع الواقع. بس وانت مالكه زمام امورك ووقتك. وقتي بتاعي انزل اي وقت، اطلع اي وقت، سهران، خارج، مسافر، براحتي. انا حر. الحريه، شعور الحريه. يا رب واحد. قول يا رب واحد. يا رب واحد. تيجي تلعبها لي انت؟ هاتي. 4. حظك وحش. حظك وحش. بتصدق في الحب من اول نظره ولا لا؟ لا. وليه؟ ما اكمل السؤال. وليه؟ اهي مكتوبه وليه. لا مفيش حب من اول نظره. مفيش. في انبهار من اول نظره. في كده لينك من اول نظره. لكن حب من اول نظره لا خالص. اصل الحب بالنسبه لي مواقف. ايوه حدث بالنسبه لي انا.
موقف يثبت لك فيه يعني الشعور يعني ده. شويه حاجات كده، مواقف كده تضايق، لكن ما ينفعش هو الحب من اول نظره اعتقد في السؤال هنا، وانت صح في ده على فكره مش غلط، اللي هو فكره الاعجاب او الابهار من اول نظره، انت اتخطفتي. يعني خطف. اعجاب برضو، كاريزماتيك بقى، يعني اعجاب برضو دي برضو يعني لا محتاجه حبه برضو، يعني محتاجه مش كتير بس يعني يعني ممكن على مدار اليوم اللي هو ايه ده، الله ده ايه ده، الصبح بالليل في الرحله مثلا حصل ممكن لكن لا اول نظره دي اللي هو يعني لو شفت تاني هيبقى تمام. يا ولا ولا ماشي. 4 برضه، احنا عايشين على الأربعات الحمد لله. ده احنا ورا بعض، ده احنا ورا بعض. انت هتطردني؟ احنا ورا بعض. تتصور شكل حياتك ازاي بعد لما تكبر وتطلع على المعاش؟ لا 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 بالعكس بالعكس بالعكس، انا في الحته دي شويه حابب ان انا يعني فكره المعاش دي بالنسبه لي هو فكره ان انت بقى خلاص انا عملت كل الحاجات اللي مطلوبه مني يا جماعه، سيبوني اتبسط هنا. معناها بقى ان انا العب رياضه مع نفسي، اروح اسافر فاهماني، معايا الناس اللي بحبهم برضه، اخرج. وانا الفكره ان انا اطلع معاش انا كده خلصت. حد عايز حاجه مني يا جماعه سيبوني اتبسط. انا مش انا مش ماشي، همشي اروح فين؟ انا اروح انا بقى اسافر معايا الناس اللي بحبهم طبعا، اعمل هوايه جديده. واحد بقى لا انا بيقولوا ان انا واصله ده. طب قول يا رب مليون جنيه بس اي حاجه يعني. مليون دولار، جنيه ايه دولار اي حاجه. خلاص انت كده خلصت. انت اللي هتسال. ده اخر سؤال. اخر سؤال. ايه اكتر حاجه بتحبيها في نفسك؟ ان انا واضحه وصريحه، مع ان بيقولوا ان برج العقرب غامض جدا. عقروبه؟ يس اوف كورس. دي معلومه جديده. دي معلومه جديده خالص. واضحه وصريحه. واضحه وصريحه. ده بيضايقني وده بيزعلني وده بيبسطني وده، ويلا بقى ايه ننجز بقى. هلدغك على طول، مش هسيبك. حلو. حابه تساليني اي حاجه؟ ازيك؟ انا الحمد لله. انا قوي قوي اتبسطت بالقعده. والله بجد. انا اتبسطت اني اتعرفت عليك. والله العظيم انا كمان. فعلا حلو قوي المجاملات الاجتماعيه. لا والله ما مجامله. لا احنا عازمي استني عشان تصبري بقى، سيبيني اتقمص يلا. اخيرا اتحقق الحلم. تصدق يا عزمي انا لغايه دلوقتي مش مصدقه. لو كنت كتبت اللي حصل لنا ده في روايه من رواياتي ما كانش حد صدقها. انا عن نفسي هصدق يا اشجان، وكل دقه في قلبي بتتردد اغلى واحلى كلمه حياتي. ويا ترى يا عزمي اقدر اعرف ايه هي الكلمه دي؟ بحبك. بتقول ايه؟ بحبك بحبك بحبك. مش ممكن، لا مش ممكن خالص والله. رساله وصلت يا عزمي، والعالم كله عارف ان انت بتحبني. دلوقتي بقى والله انا حبيتك يا عم. عمر شخص لطيف جدا، وحاسه ان انا عارفاه من فتره كده، يعني مش اول مره اشوفه، فواي نوت لا يعني ممكن بلاش نسميها ديت يعني، بس لا ايه ليه لا، ان احنا ممكن نشوف بعض تاني اكيد يعني، نبقى اصحاب. احب انزل ديت تاني مع هبه. انا برجح ان احنا نكون اصحاب احسن. لو هفكر مين من اصحابي يجي يعيش الاكسبيرينس دي، لو الولد هيبقى معتز خليفه وزه وزه يا وزه، والبنت سما خيري. سما خيري اساسا متنمره حياتي ان شاء الله تيجي. بس وانت؟ انا عن نفسي ممكن ارشح نور زيدان، المعلمه بتاعتنا. كان بيستحلف. انا دي عايزها تيجي ضروري. دي احطها رسمي يعني ترشيحي. وسيعو بقى محمد سعيد، وريني بقى. كده كانت حلقتنا في برنامج مش تندر.